إزاي تربط الإكسل بالوورد؟ بمعنى إن أنا لو أنا عندي فاتورة مبيعات على الإكسل معدلات والدنيا تمام فيها، محتاج إن أنا أربط الملف ده بالوورد بحيث إن أنا أبدأ أنسق الفاتورة دي وأبدأ أعمل لها برنت. إزاي نعمل الموضوع ده؟ إزاي إن أنت برضه تقدر تكتب بيانات في الفاتورة على الإكسل تسمع معاك في الوورد؟ يلا بينا نشوف الطريقة دي إزاي. أول حاجة طبعًا هنعملها إن إحنا هنيجي عند الsheet بتاعنا ونبدأ نكتب البيانات بتاعتنا. أول حاجة هنكتبها هنا مثلًا هيبقى رقم الفاتورة زي ما إحنا شايفين كده، طبعًا تقدر تكتب البيانات أو الحاجة اللي أنت عايز تربطها بالword. هنكتب رقم الفاتورة وبعد كده نكتب تاريخ الفاتورة بالشكل ده، الفاتورة. بعد كده هنكتب رقم العميل بالشكل ده، بعد كده نكتب الضريبة زي ما إحنا شايفين قدامنا، بعد كده نكتب الإجمالي بالشكل ده. يبقى كده الإجمالي، الضريبة، رقم العميل، تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة. هنبدأ بقى إيه ننسق البيانات بتاعتنا زي ما إحنا شايفين كده. هنخليها بولد من هنا، هنكبر الخط شوية ونبدأ نوسطن الكلام زي ما إحنا شايفين قدامنا. طبعا هنكتب البيانات، أنا هكتب البيانات وأرجع بسرعة علشان وقت الفيديو. زي ما إحنا شايفين كده أنا كتبت البيانات معانا زي ما إحنا شايفين قدامنا، وجيت على الوورد كتبت نفس البيانات كده زي ما إحنا شايفين بالطريقة اللي إحنا شايفينها دي. كده فاضل إن أنا أربط الفاتورة دي بالوورد زي ما إحنا شايفين قدامنا، بحيث إن أنا أكتب رقم الفاتورة يجيب لي البيانات كلها مرة واحدة وأبدأ أعمل برنت. هاجي في الوورد كده زي ما إحنا شايفين قدامنا عند التابة دي كده وهي المراسلات بالعربي، وهاجي عند سيلكت هنا كده واختار تاني اختيار زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. بعد كده هيطلب مني إن أنا أحدد شيت الإكسل اللي فيه الفاتورة. هاجي طبعًا بعد ما تعمل له سيف هتيجي إيه تضيفه جوه الوورد، هتضغط عليه كده تحدده وتقول له open زي ما إحنا شايفين قدامنا، هيظهر معانا بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. هاروح ضاغط على أوكي زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. بعد كده هاجي أقف عند رقم الفاتورة بالشكل ده، وهاجي عند insert merge بالشكل ده. هيظهر لي كل البيانات اللي موجودة عندي في الإكسل زي ما إحنا شايفين قدامنا. أنا واقف طبعًا على رقم الفاتورة، فهاختار رقم الفاتورة بالشكل ده. هانزل برضه على الراتب هاعمل نفس الموضوع، هاجي كده وأضغط الراتب، وهاجي عند تاريخ الفاتورة برضه نفس الموضوع، وأقول له تاريخ الفاتورة، وعند رقم العميل وهاعمل نفس الموضوع، والضريبة برضه نفس الفكرة زي ما إحنا شايفين كده، والإجمالي برضه نفس الموضوع زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. هاجي أضغط على الإجمالي زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. بعد كده هاجي عند preview بالشكل ده، هاقف هنا الأول كده زي ما إحنا شايفين وأقول له preview زي ما إحنا شايفين قدامنا. جاب لي البيانات اللي موجودة عندي في الإكسل، رقم الفاتورة 100، راتب 5000، تاريخ الفاتورة 20/11/24/8، رقم العميل، الضريبة 28، والإجمالي. طبعًا تقدر تنسّقها وتعمل لها print عادي ما فيش مشكلة. لو جينا بس نشوف البيانات دي هي نفس اللي في الإكسل، نيجي كده نفس البيانات زي ما إحنا شايفين قدامنا، ما فيش أي تغيير. تمام، دلوقتي أنا محتاج أجيب الفاتورة اللي بعديها وأنا على الوورد، هاعمل إيه؟ هاجي كده عند السهم الصغير ده وأبدأ إن أنا أضغط عليه، هيبدأ يحوّل لي في الفاتورة والبيانات زي ما إحنا شايفين قدامنا كده أهو، بيقلّب لي في البيانات بتاعتي كلّها اللي موجودة على الإكسل زي ما إحنا شايفين قدامنا. كده إحنا ربطنا الوورد بملف شيت الإكسل. طيب نفترض إن أنت عايز تطبع كل الفواتير اللي موجودة عندك دي من 100 ل130 مرّة واحدة في البرنامج. زي ما أنت واقف كده في الصفحة بتيجي عند finish وتقول له print، بيبدأ يجيب لك قايمة ويقترح عليك أنت عايز تطبع الفواتير كلها، والّا عايز تطبع الصفحة اللي أنت واقف عليها فقط، والّا عايز تطبع عدد معين، اللي هو يعني مثلًا من 100 لحد مثلًا 120 زي ما إحنا شايفين قدامنا. بتحدد له هنا كده، وبعد كده بتقول له أوكي، بيبدأ إن هو يطبع لك العدد اللي أنت حددته. تمام. دلوقتي لو أنت عايز تعرض كل الفواتير عندك اللي موجودة على الإكسل في الوورد مرة واحدة بدل ما تقعد تقلب من السهم كده، ففي طريقة تانية برضو إن أنت تيجي عند finish وتقول له edit بالشكل ده. أول اختيار اضغط عليه ضغطة زي ما احنا شايفين قدامنا، قول له أوكي، هيجيب لك كل الفواتير اللي موجودة عندك في برنامج الإكسل في الوورد زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل اللي أنت شايفه ده.
أهو زي ما إحنا شايفين كده هو بيبدأ يجيب لك كل الفواتير اللي موجودة على شيت الإكسل زي ما إحنا شايفين كده. تقدر بقى إنك أنت تعمل حفظ الملف أو مثلا تعمل له سيف على هيئة PDF، طبعا اللي أنت عايزه مفيش أي مشكلة. وكمان في ميزة معانا جميلة جدا، إن أنت لو جيت في ملف الإكسل بالشكل ده وبدأت تضيف فاتورة جديدة هتسمع معاك في الوورد، لأن أنت رابط الملفين ببعض. وليكن مثلا هنعمل هنا 140 بالشكل ده، وهنقول له مثلا هنا 6 زي ما احنا شايفين قدامنا. نفس التاريخ هنسحبه لتحت، وليكن مثلا نكتب هنا 50، وهنا مثلا نكتب مثلا 80 زي ما احنا شايفين قدامنا. وهو يجيب لنا، وهيجيب لنا الإجمالي مرة واحدة زي ما احنا شايفين كده. المفروض إن هي تجيلنا على الوورد تلقائي. هنيجي نشوف بقى على الوورد كده ونشوف ايه الموضوع ده. بعد كده هاجي عند السهم، أو هاجي عند السهم فوق كده واضغط عليه ضغطة، هتبص تلاقيه جاب لي الفاتورة اللي أنا ضفتها جديد. كده عرفنا ازاي نربط الشيتين ببعض، أو ازاي نربط شيت الإكسل بالوورد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم.